السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تعلم طفلك ادارة المال. لو ما شفتش الفيديو هيظهر دلوقتي فوق على يمين الشاشة. دلوقتي استكمالا للموضوع هنتكلم عن كتاب ريتش داد بور داد او الاب الغني والاب الفقير، كاتب روبرت كيوساكي. الكتاب ده مهم جدا. الكتاب ده اتكتب سنة 98. الكتاب ده تقييمه 4.3 من 5 على جود ريدز. الكتاب حقق نجاح ساحق. خلينا نشوف روبرت كيوساكي بيحاول يوصل لنا ايه من خلال الكتاب. لكن قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الموضوع. في كتاب الاب الغني والاب الفقير روبرت كيوساكي بيحكي تجربته عشان يوضح لنا الفرق بين ابوين، وبيحكي لنا ببساطه كده انه كان يعتبر ليه ابين، ابوه الحقيقي اللي هو الجيني وابوه اللي هو والد صديقه. ابوه الحقيقي دوت الاب الفقير ووالد صديقه الاب الغني. طيب هو الكتاب بيحكي ازاي نظرة الاب الفقير والاب الغني لاولادهم، وهم بيقولوا ايه لاولادهم وبينصحوا اولادهم بايه. فخلينا نعمل مقارنة سريعة كده، الاب الفقير والاب الغني زي كيوساكي ما هو وضح الفرق ما بينهم. ويقصد هنا كيوساكي مش الغنى المالي والفقر المالي، هو يقصد الغنى المعنوي والغنى في طريقة التفكير او الفقر في طريقة التفكير. الاب الفقير كان بيطلب دايما من ابنه انه يذاكر ويركز في تخصص معين عشان يوصل لوظيفة تعيشه عيشة محترمة، على عكس الاب الغني. الاب الغني كان بيطلب من ابنه انه يتعلم ويذاكر عشان يقدر يبقى صاحب شركة، يبقى صاحب مؤسسة، يبقى صاحب مشروع. بالنسبة للاب الفقير التعليم الجيد بيساوي وظيفة جيدة. الاب الغني التعليم الجيد يعني مشروع كبير، مشروع تقدر تنميه. الاب الفقير دايما بيحس ابنه على البقاء في منطقة الامان اللي هي الوظيفة، تمسك بالوظيفة، ذاكر اكتر، اجتهد اكتر عشان تترقى في الوظيفة. الاب الغني دايما بيشجع ابنه على المخاطره، ابدا مشروعك، اخسر واكسب واخسر واكسب لحد ما تعرف اسهل طريقه تقدر تدخل بيها فلوس. الاب الفقير بالرغم انه اكاديميا ممكن يكون معاه شهادات كتير جدا لكن كلها شهادات اكاديميه، الاب الغني بيشجع ابنه على انه يذاكر حسابات، يذاكر تسويق، التشريعات القانونيه في البلد اللي هو موجود فيها، اي حاجه تقدر تساعده في بناء مشروعه او بناء منظومه ماليه خاصه بيه تخليه حر، على عكس عبوديه الوظيفه اللي الاب الفقير بيحاول يشجع ابنه عليها من غير ما يقصد او من غير ما يفكر ان هو كده بيحد من حريه ابنه او بيكتف ابنه. فكده الاب الفقير والاب الغني، الاب الفقير عايز ابنه يبقى موظف كويس، الاب الغني عايز ابنه يبقى صاحب مشروع. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها كيوساكي في الكتاب هي شويه مفاهيم عن طريقه الفلوس، سواء انت بتدخل فلوس ازاي او بتصرفها ازاي. فاحنا كلنا بالنسبه لنا الفلوس اللي هي انكم اللي هو الدخل، اكسبنسز اللي هو المصروف. الانكم الدخل الفلوس اللي بتخش لك، الفلوس اللي انت بتكسبها، مرتبك اللي انت بتاخده. اكسبنسز المصروف او الفلوس اللي انت بتصرفها. فاحنا بنحاول دايما نوازن ما بين الدخل والمصروف. في مفهومين تانيين غايبين عننا حاول كيوساكي يبروزهم في كتابه اللي هم الاسيتس اللي هي الاصول، liabilities اللي هي المتطلبات. الاسيتس اللي هي الاصول اللي هي الحاجات اللي انت ما بتتعبش فيها وبتدخلك فلوس، زي ايه؟ زي العقارات، زي ان انت يكون عندك مشروع ناجح بتديره، مجرد ان حاجه انت وانت مش موجود فيها بتدخلك فلوس. على عكس المتطلبات دي الحاجات اللي بتسحب منك فلوس. يعني معنى العربيه محتاجه بنزين، محتاجه صيانه، محتاجه قطع غيار كل فتره، فالعربيه ديت تخش من المتطلبات اللي بتسحب منك فلوس. فنرجع للمقارنه بين الاب الغني والاب الفقير، ان الاب الفقير بيصرف فلوس اكتر على المتطلبات، على العربية، على اللبس، على التليفون، على الانترنت. بالنسبة له انت بتشتغل، فانت موظف، فانت ما يبقى دخلك كويس عشان خاطر تصرف الفلوس كلها في المتطلبات بتاعتك. على عكس الاب الغني دايما بيحاول يزود في الاصول بتاعته ويقلل في المتطلبات على قد ما يقدر. مش معنى كده انه بيزهد في الحياه، لا، المتطلبات اللي هو عاوزها بس ما بتبقاش بالجشع او بالطريقه اللي بيفكر فيها الاب الفقير. كيوساكي في النقطه الثالثه ركز على حاجتين بيمنعوا الغنى اللي هو الخوف والطمع. دايما الاب الفقير بيخاف يتحكم في قراراته، دايما خايف ودايما بيدور على الاستقرار. بيتعلم ان شاء الله يوصل للدكتوراه، بس كل الشهادات العلميه اللي هو بيحصل عليها هدفه منه انه يبقى موظف ويفضل يشتغل عشان يجيب فلوس، ويتنيه في الدايره دي طول عمره، يشتغل عشان يجيب فلوس،
يشتغل عشان يجيب فلوس، يصرف الفلوس، يشتغل عشان يجيب فلوس، ويتنيه في الدايره دي طول عمره. على عكس الاب الغني، الاب الغني بيخلي الفلوس تشتغل عنده، كل اهدافه انه يعلي في الاصول بتاعته، دايما بيدور على الاستثمارات، العقارات، المشاريع، الاسهم، الاراضي، دايما بيدور على اي حاجه يكسب من وراها فلوس. الحته الثانيه اللي بيتكلم عليها الطمع، بمعنى ان دايما الطمع بيقلل من الغنى، ان هو التفكير القاصر بتاع الاب الفقير على حسب مقوله كيوساكي، انه بيحاول يصرف فلوس اكتر على المتطلبات، وبالطريقه ديت دايما داخل في موال انه يحدث العربيه، انه يعيش في مستوى احسن، انه يحدث البيت بتاعه. فدايما الفلوس اللي بتيجي بتنصرف على المتطلبات، على عكس الاب الغني زي ما وضحنا الفلوس دايما بتتصرف في الاسيتس اللي هي الاصول. وبرضه وضح النقطه دي اكتر، ان الفرق بين الصرف والادخار بالنسبه للمثالين اللي بيتكلم عليهم سواء الاب الفقير او الاب الغني، ان الناس 3 طبقات. في طبقه فقيره، الطبقه الفقيره دوت الدخل بيجي لها يا دوبك يغطي المصاريف الاساسيه، الاكل والشرب وخلافه، على عكس الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه دي دخلها بيتصرف على هيئه مصروفات ومتطلبات زي العربيه، فاتوره الانترنت، الموبايل، ولو فات حاجه تبقى استثمارات صغيره او اصول صغيره اللي هي حاجات بسيطه يعني. على عكس الطبقه الغنيه او الطبقه اللي بتفكر بطريقه استثماريه او الطبقه اللي بتدور على الغنى، حاول دايما تزود الاصول بتاعتها، الاصول اللي بتدر عائد وبتدر فلوس بعد كده. ده باختصار جدا جدا، هو الكتاب طبعا اكبر من كده بكتير، بس ده اختصار ورؤيه كيوساكي اللي هو حب يوضحها في الكتاب بتاعه ريتش داد بور داد. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وده كان استكمال للموضوع بتاع الحلقه اللي فاتت. لو ما شفتوش روح شوفه، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومات اللي انا قاصد اوصلها لكم، او اللي كاتبها كيوساكي، النقط الرئيسيه اللي كاتبها كيوساكي في كتابه. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.